الجمال والحلاوة والطعامة والألوان الحلوة. ألف هنا وشفا وصحتين وعافية. زي ما احنا عارفين من فترة للتانية بتحصل تغيير في الأسعار، وبصراحة كده أنا التغيير نفسه مش قادرة استحمله. يعني التغيير اللي أو زيادة الأسعار بتبقى كتير. يعني المفروض إن أنا الصح إن أنا طبق زي ده مثلا يزيد 20 جنيه، فأنا بحاول أخلي نفسي لطيفة شوية مع العملاء. يعني ال20 جنيه دول مش بنزودهم مرة واحدة. يعني مثلا باحاول إن النهارده أزود 5 جنيه أو 10 جنيه على تمن الطبق، ومثلا بعد أسبوع أو أسبوعين أو 3 أو بعد شهر بازود ال10 التانية. طبعا دي كلها تضحية من عندي وباجي على نفسي وبقلل في مكسبي. يعني أنا المفروض لو هاخد حاجة من الطبق هكسب منه 10 جنيه، بكتفي ب5 جنيه بس. أيا كان هي كلها مبالغ صغيرة وما تستاهلش الكلام أصلا. والصح لو هنيجي نتكلم بجد ان انا ازود الزياده اللي حصلت عليا. ما لا بقى احاول اكون لطيفه ولا حاجه. انا اللي بشتري منهم مش لطاف قوي للدرجه دي، ولا بيستثنوا الزياده وهم بيبيعوا لي. ما علينا. يجي لك عميل بقاله سنه ما طلبش من ايام مثلا الطبق ده ما كان ب 100 جنيه، يجي يلاقي الطبق بقى مثلا ب 110. ابص الاقي ايه ده، هو غلي؟ مش اخر مره خدناه بكذا؟ آخر مرة دي كانت إمتى حضرتك؟ من كام شهر؟ وبعدين آخر مرة دي لو كانت امبارح وأنا زودت على سعر الطبق النهاردة 5 جنيه أو 10 جنيه، هل الزيادة دي تستدعي إن إحنا نتكلم فيها أصلا؟ ال5 جنيه وال10 جنيه النهاردة بقت مجال للكلام والرغي. يعني معلش، يعني أنا آسفة، ال5 جنيه وال10 جنيه دي إحنا بنتكسف ندفعها تبس، بنتكسف نديها لحد مثلا محتاج في الشارع. ف5 جنيه و10 جنيه ايه اللي بنتكلم فيها؟ زادت ولا ما زادتش؟ ما لازم انت تبقى متوقع ان يبقى فيه زيادة، ومش 5 جنيه و10 جنيه كتير. واحد كان بيشتري مني الطبق ده من 6 7 شهور من رمضان اللي فات، انت مستني الشهر ده تشتريه بكام؟ شوف كده زيادة الأسعار حصلت كم مرة وحصلت قد ايه وهقلها. وما تتكلمش معايا في 5 و10 جنيه، مبالغ والله العظيم الواحد بيستحي ان هو يتكلم فيها مع حد. اصلا بيستحي ان هو يدي فلوس لحد كده. يعني انا ساعات ممكن اخاف ادي 5 جنيه لحد، اقول قلتها احسن، ده كده يعني مش لطيفة خالص.